محمد علي ده بعد رحيل الفرنساويين عن مصر ب4 سنين، حملة رحلت 1801 وهو جاء 1805. في سنة 1806 كان استطاع أن يقبض ويسيطر على مقاليد الأمور في مصر. الكلام ده صعب، مش صعب، معلش بعضه. على أي حال لابد برضه نعرف حاجة عن وضعنا وعن كياننا. الحكايات هتيجي في الآخر، حكايات نخليها للآخر. محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة مما لا شك فيه، وسر التوفيق بالنسبة له هو استعانته بالأجانب في مشروعاته. كانت المشكلة المالية مشكلة متأزمة، العساكر الجند ما كانوش لاقيين المرتبات بتاعتهم ويقوموا على الناس ويحدثوا الفوضى في البلاد، فكان محمد علي في حاجة ماسة إلى المال، ومن هنا فقد قرب إليه المعلم جرجس الجوهري كخبير في الشؤون المالية، وعول محمد علي على الاستفادة من جميع عناصر الأمة، فقد كان بعيد النظر وعرف مال الأقباط من مهارة لا يستغنى عنها وكفاءة وطنية. ومن الأقباط الذين قربهم إليه محمد علي المعلم رزق الذي تولى إدارة الجمارك، جعله محمد علي مديرا وحاكما للإقليم الواقع وراء فرع دمياط، ثم جعله كبيرا للمباشرين، المباشرين اللي هم الملتزمين. واحد ملتزم مثلا بمحافظة الغربية يجيب الضرائب اللي عليه، ودي طبعا كان حاجة كبيرة. هو معلم رزق بقى كبير الملتزمين أو كبير المباشرين. لكن إبراهيم باشا ابن محمد علي غضب عليه وقتله، وجعل مكانه المعلم غالي الذي احتل مكانه عالية بعد وفاة جرجس الجوهري، نظرا لذكائه الشديد وسعة حيلته. وإلى المعلم غالي يعزى فضل قيام النظام الإداري الذي بدأ محمد علي وظل معمولا به حتى الوقت الحاضر، كما أنه هو الذي أوصى بإلغام نظام الالتزام ووضع نظام الضريبة الثابتة على الأرض الزراعية، وعين بعد ذلك كبيرا للمباشرين. وعلى الرغم من أن محمد علي لم يرسل ضمن البعثات اللي أرسلها إلى أوروبا قبطيا واحدا، لأنه كان يختار طلبتهم بين خريج الأزهر، لكن الأقباط تفرغوا للعمل في إدارات الحكومة، فعين محمد علي بطرس أغا حاكما لجرجة، كان حاكما لجرجة زمن الفرنسيين، عينه ناظرا لشؤون الغلال، ودي مركز كبير قوي، لأن محمد علي أما ده هنا يعني بقى محتكر لكل حاجة، حتى أن المؤرخين يسموه أصبح محمد علي الزارع الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد، كل المحصول بيجي عنده. فناظر الشؤون دي هي عملية زي وزير التموين. ثم نقله بعد ذلك حاكما لبرديس، وعين فرج أغا في دير مواد حاكما لدير مواد، وعين تكلة داروس في بهجورة، وأنطونة بطائية في الشرقية حاكم للشرقية. يعني احنا مش بنتقدم، ده احنا بنرجع لورا. وعين عبود كاتبا للخزانة، هؤلاء جميعا من الأقباط. وكان محمد علي يحب عبود ويثق فيه، ويقول عنه لولا الملامة لقلدتك الدفتردارية، والمنصب ده كان بيشغله ابنه إبراهيم باشا. ولم يقتصر الأقباط في معاونتهم لمحمد علي على الأمور الإدارية، بل تعدتها إلى الشؤون المالية. في أثناء حكم محمد علي ظهروا جماعة، وطبعا مصر لغاية دلوقتي ولاية تبع الخلافة العثمانية، بس يعني عمليا محمد علي مستقل بشؤون مصر. ظهروا جماعة اسمهم الوهابيين في بلاد الحجاز إلى فلوس للحملة على الوهابيين، فطلب إلى المديرين مديري الأقاليم سرعة جمع المال، وكان نصيب مديرية أسيوط 25,000 جنيه. قام المعلم غبريال شنودة بدفعها وحده عن أهل مديرية،
طبعا دي حاجات بيبقى ليها تأثير كبير. يضاف إلى هؤلاء الأقباط الذين استعان بهم محمد علي في الشؤون الإدارية أن معظم مهندسي محمد علي كانوا من الأقباط الذين كانوا قد عملوا مع الفرنسيين واكتسبوا خبرة كثيرة نتيجة ملازمتهم له. لم يحل محمد علي بين الأقباط وممارستهم لطقوسهم الدينية، ويذكر أنه لم يرفض للأقباط طلبا تقدموا به لبناء أو ترميم كنيسة وتحوي مخطوطات قصر عابدين. طبعا الأسرة دي اسمها أسرة محمد علي اللي كان آخرها فاروق. تحوي مخطوطات قصر عابدين عددا كبيرا من الأوامر الخاصة بالكنائس حررت بالصيغة الآتية: أمر إلى بشأن التصريح لطائفة الأقباط بتعمير الكنيسة ومساعدتهم في ذلك وعدم ممانعتهم. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده في زمن الأتراك ان الأقباط كانوا ممنوعين من الحج الى الأراضي المقدسة في القدس، لكن محمد علي دبر هذا الأمر وصار الأقباط يحجون الى الأراضي المقدسة تحت رعاية السلطان. وهناك وثيقة ترجع لسنة 1825 يوصي فيها محمد علي حاكم غزة بالقدس الذين يريدون الحج إلى القدس وأن لا يدع لأحد مجالا في التدخل في شؤونه. وفي وثيقتين تاريخ 1827-1828 وجه محمد علي إلى حاكمي غزة والقدس يوصيهما بحماية الراهب القبطي. محمد علي بجلالة قدره يوصي بالراهب القبطي والزوار الأقباط الوافدين إلى القدس كعادتهم كل سنة وصيانتهم وإكرامهم عند وصولهم إلى غزة والقدس. كان محمد علي أول حاكم مسلم منح الموظفين الأقباط رتبة البكوية واتخذ له مستشارين من النصارى. وكانت سياسة محمد علي تتجه إلى التخلص من القيود البالية المتعصبة، لذا لم تتحرج الحكومة في عهده عن استعمال الشدة ضد مثير الفتنة الطائفية من المتعصبين. في ذلك الوقت في سنة مارس 1844 صار الرعاع بدمياط. كان في واحد شهيد لغاية دلوقتي الجسد بتاعه موجود، الشهيد سدهم بشاي. ده كان راجل بتول وكان تاجر أخشاب، إنما أسرته من دمياط. وكان دمياط في ذلك الوقت ميناء مصر الأول أكبر من اسكندرية، وعدد السكان بتاعها أكثر من اسكندرية. وكانت السفن اللي بتحمل الأخشاب بتيجي على دمياط، فراح عشان يجيب يعني رسالة خشب جاية من بره. وهو رايح للكنيسة احتك به واحد من الرعاع واتهموا زورا انه بيسب الدين الاسلامي ونبي المسلمين. وما اسهل وما اكثر الشهود الزور اللي جابهم امام القاضي، والقاضي خيره بين الاسلام والقتل. واحالوا الى محافظ دمياط الذي ايد قرار وحكم القاضي، لكن سدهم بشاي فضل الموت على الإسلام، فضل الموت عن أن ينكر دينه. وبعد أن عذبوه ومثلوا بجثته يجرجروه في الشوارع وهو مكي على وشه، سحلوه في شوارع دمياط وصبوا عليه قطران مغلي، كل ده ما زال باقي في جسد. بعد ذلك فاضت روحه وحضرت العذراء لأنه كان بيستغيث بيها، وكانت حضرة سعد في اللحظات الأخيرة قبل يعني روحه ما تخرج من جسده، وبقى يقول لهم هاتوا كرسي للست العذراء اهي، هاتوا لها كرسي تقعد عليه. وما زال جسد سدهم بشاي في معروضا في كنيسة دمياط حتى الآن. واعتدى الرعاع على قناصل الدول الأجنبية
إلى جانب اعتدائهم على طبعا بيوت المسيحيين، الأمر جعل الأناصر الدول الأجنبية يشتكوا للدول بتاعتهم. الأمر ده حرك محمد علي وجعله يهتم بفحص هذه القضية، فأعيد التحقيق وتبين عدم صحة الاتهام، وثبت تحيز القاضي والمحافظ في الحكم ضد صدهم بشاي، فعزلا من وظيفتهما. ده المفروض، مش يحصل اللي يحصل والمجرم لا ينال عقابا، تكون النتيجة ان الأحداث بتتضاعف كما يحدث الآن. عزل من وظيفتهما ونفيا، ولكن بعض قناصل الدول توسطوا لدى محمد علي لتهدئة الحالة فسامحهما بعد أن سمح للمسيحيين برفع الصليب جهارا أمام جنازاتهم، وكان ذلك ممنوعا في ذلك الوقت. على أنه لا ينبغي أن نفهم من ذلك أن محمد علي كان لا يأبه للإسلام، لا، ده راجل مسلم بطبيعة الحال، فقد كان يكافئ من يعتنق الإسلام ويمنحهم منحا مالية ويعينهم في وظائف الدولة، ولم يتردد في معاقبة المسلمين المرتدين علانية. ولا يمكن القول بأن الأقباط حققوا مساواة كاملة مع مواطنيهم المسلمين في ذلك العهد، فقد حث محمد علي ضابطا فرنسيا هو الكولونيل سيف، حثه على اعتناق الإسلام حتى يسلموا قيادة الجيش، ولذلك أسلم الكولونيل سيف الذي عرف بعد ذلك باسم سليمان باشا الفرنساوي. وشارع سليمان باشا المشهور ده في مصر على اسمه، حيث لا يجوز لغير المسلم تولي هذا المنصب وهو قيادة الجيش. ومهما يكن من أمر فإننا نرى من الإنصاف أن نقول أن محمد علي قد هيأ جوا اجتماعيا جديدا في مصر، وصار بذلك نموذجا لخلفائه، وصار خطوات واسعة وكبيرة في تحقيق مبدأ المساواة بين الأقباط والمسلمين. ولعل أول مظهر لذلك إلغاء الجزية المفروضة على أهل الذمة منذ عصر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص، من أول الفتح العربي المصري. حقيقة أنه أصدر مرسوما اللي هو محمد علي سنة 1839 يتضمن إلغاء الجزية، لكن الأمر ده أو المرسوم ده ظل حبر على ورق لا لشيء إلا لحاجة محمد علي إلى الأموال في المشاريع بتاعته. ننتقل للكلام عن نقطة أخرى، الأقباط في عهد خلفاء محمد علي. هنتكلم عن سعيد وإسماعيل وتوفيق اللي حصل في مدته الثورة بتاعت عراب.